لكن انا عندي رساله هنا والله داير ارسل طبعا في مكالمه دارت بين الربيع عبد المنعم، وده امانه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. اي زول لقى الفيديو ده خليه يوصلوا له ود اللي اسمه جوج ماجوج. في مكالمه دارت بين الربيع والفاضل منصور مع شباب موجودين في نيالا، 6 نفر، 2 من اولاد البني هلبة و4 من اولاد الرزيقات. المكالمه دارت على انه يصفوا جوج، والله على ما اقول شهيد. وال6 نفر ديل هيصفوا جد ومراقبين جد، وجوج بسكراتك اللي تمشي محلات الظلام تقعد تقول في اللايفات ده النزل هيودوك. اسمع الرساله ده مني كويس، انا انت كجنجويتي ما عندي لك حاجه ولا حاجه، لكن المؤامره عشان ما بكره يقولوا استهدفوك طيران الفلول، النازل هم المستهدفين لك. لو جوج بتاعكم ده مات امسكوا في الفاضل المنصور والربيع عبد المنعم. نفس المخطط ده انا 3 قلت لبغال قبل ما يهرب مني انا، ونفس اليوم ده بالليل مشى خانق وبخال ده يفجعوا للتاريخ. نفس اليوم الامل مكالمه ناس الربيع من اجل بغال، نفس اليوم ده في ناس جابوا مواتر ده بغال ده من دقه. وطلعت انا قلت في اللايف كلام ده. الان نفس الكلام ده هسه قاعد يحصل في جوج، وانتوا اهلنا اولاد المحامي. جوج ده الزول ده كلامه اللي بيتكلم ده ما كلام سكر. جوج ده موجود من جوا، جوج ده زول ده شاكل في خرطوم وفي الناس هناك رفاق له. بقدر النظر نتفق مع دام سرير نختلف معه، هو زول ده دفن اولاد امه في ميدان مقدمه معه. ولما رجع جاي هناك لقى الشغله كلها عنصريه وبتاع. فالزول ده الليله المرحله اللي وصلوا بتاع السكر، جوج ده ما قاعد يسكر من ليه ما سكر ونام في توتي وجي قبضه. ما قاعد بسكر لكن بعرف الصح والغلط. هو قال لك اي سكران بيطلع كلام قلبه. جوج لما يمشي في الجمع زي ده بتاعت حفله فجاه يقول لكم مشتركه فوق. جوج موجود يا زول. زول ده زلوا اهانوه اهانه الرجال وكسر الرجال. انا والله ما بتفق معهم. 2 انا بقول لهم انتوا خطكم ذاته غلط. عندك جلح وعندك جوج، 2 ده خطهم ذاته غلط. مفترض والله بس بدافع القبيله جريتوا دخلتهم، لكن نازل ما الناس اللي يمشي يطبوا مشروع زي ده ولا حاجه. فجوج ده الليله قاعد يتكلم بوجع. الكلام اللي قاعد يقوله ده كلام زول موجود من جوا. جوج ده يتهمش، اتظلم فوق لده اهانه وكسر الرجال. راجل طول عمره بيفتكر نفسه بطل في جاهزيه ده، جو مسكوه شوف طقوه في عربيه زي الكلب وعجبروه انه يطلع يعتذر وسجنوه وبكوا امه في لايف. ده كله حاجات مؤثره فيه وبيخليه يقول الكلام ده. وحقيقه بعد ده لا ذاته قلت طلع صب احمد كسل وصب الفاضل منصور ما قاعد يسيب سي. ما كان في لجنه بتاعت اعلاميين الجاهزيه ده مادينهم $72,000 رمى قروش واكلوا ناس الفاضل منصور ودفعوا لنا ناس احمد كسل. اللجنه ده مكان هو طلعوه برا الاطار وبغال ذاته طلعوه برا الاطار، واللجنه ده الناس قاموا جاتوا ليه؟ عمسوا بتسبل الفاضل منصور، سبل الفاضل منصور لانه الفاضل منصور همش جوج داخل النياله ورسل قروش لاحمد كسل في اوروبا. ما ده حقائق. الزول ده ما قاعد يتكلم ساكت، ما بيتفوه ساكت. والان الناس عشان يسكتوا الزول ده هينتهوا منه ويبقى عنده عداوه مع مجتمع فلان وما مجتمع فلان. ما عنده اي عداوه مع اي مجتمع الزول ده. حتى المجتمعات اللي في الشمال والوسط ده من ضمن الناس اللي قدام السرير قاعد يحترم الناس الجديده، ده بيحترم كل المجتمعات زول ده. فالان المكالمه دارت بين الربيع عبد المنعم والفاضل المنصور والاربع 6 شباب 2 من بني هلبة اللي قاعدين في ميدان في نيالا دايرين يصفوا جوج. اولاد المهاميد حاولوا اهموا الزول ده. الزول ده فيه بذرة خير للسودان والله. جوج ده جنجويتي، جوج شنو، نتفق نختلف، ما الزول ده فيه بذرة طيبه. انا زي ما قبل كده حلفت قلت لكم جلا هذا مستحيل يوم من الايام يا اخي. والناس ما كانوا مصدقين كلامي ده. يوم العمر شارون مسك زول من دقنه زي ده جلا هو الزول تراجع. انا قلت لكم ده الرجال ده بنعرفهم من وشه. هسه الولد ده برضه راجل، الولد ده نازل كسرتوه انتوا ناس قدام السرير، كسرتوه انتوا ناس تاسيس. زول ده جبتوا امه في لايف بكى. ما في زول بقبل ذل واهانه قدر ده. زول ده دارين تهتم بابناء امومته لمحامد. فانا هسه برضه بقول لكم الولد ده هسه في خطر. هو
هو كجنجويتي انا ما عندي له حاجه، لكن انا النصيحه هذا بوريك انه القطر لما يكون من الوسخ والافن اللي قاعدين برا في اوروبا هنا وقاعدين في الخارج عاملين فيها اعلاميين جاهزين وبقتلوا الراجل زي جوج ده. انا غمات بيوجعني انا ذاتي، انا بدمج، انا جياشي وانا مورالي وانا بتاع. انا زي جوج ده لو مات من قبل الفاضل منصور واحمد كسره والافن ده انا بكون بوجعني شديد كلام يعني. وجوج ده قاعد يقول كلام قلبه، جوج ده قاعد يقول كلام قلب، ما قاعد يقول كلام زو سكران عشان الناس ما تاخذ كلام سي. جوج ده يتظلم، جوج زلو، جوج حانو، جوج فجخو. اولاد المحامد ما وقفتوا معه، عديل ما وقفتوا معه. اذا كان امس ده سب الاعلامي بس ناس تعلم باسم المكون اللي هنا كبني حلبه وانت عمل حسابك عشان قبل كده دقوا يعني طلعوا ثاني امس حددوا قالوا تطلع تعتذر ومسكوه وجابوه وصوروا فيديو ويعتذر. زل قدر ده الراجل بيسامل وما في. انا اقول معكم بالوضع والزود حسن دارين. انا درس قلت لك اجي اعمل حسابك انت جنجويتي والله ما عندي لك اي حاجه أنا. لكن انت فيك بذره بتاعت رجال زور الراجل. انا بحترم زول الراجل حتى لو ادوا ذاته، الرجل الشجاع في كل المواقف. فحسي في ناس عاملين مؤامره دارين في محلك اللي انت قاعد ده. وكلامي ده خدته ان شاء الله كلام ادو ساكت، خدته كلام ادو ساكت، لكن خدته في الاعتبار. الكلام ده انا قلته لبغال قبل كده، قلت له بغال انت في نياله ده بيصفوك. تلا بقول لي يا بيبي يا فلانجاي يا ود ابوي وانت وهرهر وبتاع. بالليل جه هجمه بموتر بعد كلامي بيوم بس. ما قد نجيب لك كلام عشان نجمع مشاهدات، بجيب لك كلام من بيت كلاوي جوا. انا بجيب لك كلام ما واثق فيه وما عندي فيه اكيد كده ما بتكلم عنه. من جيت المنصه ده كده بتلص ده ما بعرف له. حتى في التلص بتاعي لو قدرنا نطلسك نوريك نقول لك ده التلص، لكن انا مصدق. لكن هسه الكلام العازم بغال ده بأدب جيت طلع معي في لايف من شات بسبب طلعته مع بيبي في لايف قبضوه قريب شهر. ده في شات خليه في السودان هناك يوم اللي قلت له داري دقوقه بتاعي. فحسي برضه الكلام ده جاي عليك انت يا قريبك. انا والله ما اعرف، لكن لو يا اهلك ده بقدروا بخارجوك اعمل كرك عليه. وديل من خدوك في راسهم وقف في نيالا. نيالا ده مدينه بتاعت اشباح، اي زول دفعوا له قروش. ده غير الكميه بتاعت التجار اللي هسه ماسكينهم. انت براك لو قاعد في نيالا بتعرف نيالا ده الليله تاجر كده خلوه ما في، ولا الراس بتاع القبيله خلوه ما في، كلهم مقبضين دايرين منهم فديه. الان كلامي وكلامك ده. فهناك مدينه بتاعت اشباح شبلي صغير كما اديته 100,000 ولا 200,000 ولا مليار ده قلت له صفي لي زول بيصفي لك. مدينه بقى عباره عن جزاره، فانت قاعد وسط الجزاره ده اعمل حسابك. ولو انت اولاد عمك بقدروا بهموك كمان خليها هموك. ده رسالتنا لك يا جوج ما جوج. هاي لو بقول لك برضه انا بحتفل طبعا. انا ما وريتك انا كان بقول لك انا بغال دوت ابوي لو كان جاكمو نطلع نحتفل. انا والله جنجويت ما عندي لك حاجه والله لازم بقول لك نطلع نحتفل. ما عندك، لكن انا نوريك قبل ما يقول لك اسا ولا الله، لانه انت اول امس قبل كده قلت التحيه للجيش، ثاني قبل كده قلت احتفال بالعيد الوطني، ثاني قبل كده انت قاعد وسط قرونات كده شبكت عليهم مشتركه فوق. انت معناه فيك بذره خير يا زول، انت فيك بذره خير يا صاحبي، والناس اللي بيصفوك. اي انت قود الى هدن الوطن، اعمل كرك عليه بس والباقي خليه علينا عليه. والكرك عليه ذاته متاح هذه الكرك عليه بتاعنا متاح. بس انت مجرد ما تعمل حرف الكعده هنعمل يتم لك تلقى نفسك قاعد في اطي البطه ولا في ام جميله هنا، تلبس جلابيه نظيف يا جماعه ونمرسوك كمان زي بخل تمشي تركيا الا تاكل دلع بس امورك طيبه. المهم اي زول داري يعمل كرك عليه من الشغله ده ما داري يفجخوك. وبالذات الانبيات كميه كبيره. هسه عمران ذاته قال داري يعمل كرك عليه قبل يومين والله لازم اي شغله ما بيجت هناك. ابو مستشار بتاع الدعم السريع ده يوم لقيت ابو مستشار بتاع الدعم السريع بمسكوه بطلبوا فيديو والله دي حلوه دي والله لازم مستشار ده بيسري النهار كله لا في قنوات بيتكلم. ابوه مسكوه قال دارين فيديو. وما انا قلت لك ناس ما عندهم دين. ما هو الكلام ده انا قلت له ود مكه زمان، ود مكه يقول ما عندهم دين. بس بيقول لي يا فلان جاي لا يمكن انه نبني راكوبه وانا نقعد برا وانت تقعد جوا. هاي الراكوبه اللي بنينا ننوم سوا ومن ناوي. بقول زي ده انه اخوانه اثنين عندهم دكاكين وقريبته كده عندهم مطعم في كابكابيا. قال والله مكه ده مالو بقعد بجوت في الجاهزيه ديل طبعا عم باغي بيجوا من برا ديلك ما بيجاوبوا لزول. قال والله مكه ما بجوت انت والله مكه ده ذاتها يا إيزا والله بقول أنت أول مكة ذاتها هو من وين؟ في دارفور ده. قال له في كابكابيا.
في كبكبي ابو اسمه منو؟ قال ابو اسمه فلان فلان جنجويد مش سوق كبكبي اكل شيء ومسكوا اخواني ود مكه اثنين وبيتأمتوا لك وهروا لهم متهم ومسكوا مشالهم مشوا بس ودقوا ود مكه نزار ربي ده ما خديتي والتجار بشر من انا نزلوا ما نزار ربي عبد المنعم والفاضل المنصور والله انه جروب كامل بتاع نيجروس بيخطفوا التجار بتاع الزرقاء بس ما هم دول اكثر ناس عندهم هيك تجاه زرقاء قال له تليفون قال تدفع قروش قال عند اخوانك قال ندفع قروش كيف قال قبضتم انتوا ناس منو قال انا جاهزيه قال جاهزيه كيف وانا ذاته ما جاهزيه ها قال هو عنده قال خلاص تمام هاي في زول بيتصل لكم ان شاء الله وكمان قال نفسه عنده علاقات ديسيس دق تليفونات عليك واسطه دق العربي قال واسطه يا عمك الربيع عبد المنعم هو تابقى الحله ذاته الحله تابقى الربيع والفضل المنصور وقد دقا زول الربيع قال له كده اديني رقم الناس الربيع ما داري يعمل تمويه شال الرقم نظام زي دقه كده بعد شويه رجع والله قال يا ديل ذاته ديل من اربان السجن وجابون بن قاله ديل ما بيتفاهموا يا زول والله بس نحاول ندبروا لهم يعني هم قال دايرين 15 مليار لكن ما ممكن ما مشكله يا زول ما انت زول اشوس وانا هندبرها مع بعض وكده خد تعطينا شغلهم قال له يا زول والله انا كده دي حاجه بسيطه ومكه انا خايف بقدر بحول لهم 2 مليار كده انت جاسس باقي ومكه حول كم 12 مليار نمره 13 جاوا مكالمه قال له يا بليد ناس عربي هم تامين الشغل كما طلبوا منك قروش مدرسي حول 12 مليار نمره 13 اخر الف دري دي 6 اصفار في زول دق له تليفون قال خلينا نرد ونتم التهويد رد زي ده في زول قال لا يا ولد مكه طبعا يا اخوي والله ناس فلان وفلان وفلان وعملوا برنامج بتاع اخوانك ده ورام ناس فلان فما تحول لي اجل لانه انا يتواصلنا مع ضبه ويتواصلنا مع هنا ليش منو مع يوسف اذن فحسب يشوف معهم الموضوع ده ونحاول نخرج الناس اول حاجه بعد ذاك انا بنوريك تفاصيل الناس دي عملوا الحاجه دي ليه وكده يشيل زولك اول 12 مليار باقي مليار واحد ود مكه بصبر توالي جبت عليك لا يمكن جاهزيه بتاع شنو ميتينكم يا اخي في متر راسه صغير ده يحكم سودان شنو يا زول يجيب لك انت قاعد رجع ثاني للجاهزيه لشنو؟ رجع عندك شنو؟ رجاله قروش والله لازم رجاله النار بتاعتك رجاله يا زول بعدك دخلوا مكالمه عملوا تصالح عام بين الاشاوس والاشوسيين ما عارف من امباغا لا جنسيه لا بطاقه لا كده عليك الله لو عندك تسجيل بتاع عمران ده كده اديني له عليك الله شغله لين تليفوني الثاني فيها والله مستر نو قال لك طلع في قناه الجزيره طبعا الناس اللي بيشاكلوا في الثوره وزاد بجبعني ذاته وهم كانوا رفاق عزيزين لنا في ميادين القتال وفجأة تمشي تلقاه ذاته واقف مع الدولة ذاته ويدافع عن الدولة أكثر منه ديل عنينا بنقول لهم نقرص حوس الضحكة بتاعتها مستفز وطبعا انا كمان نديك حقيقة يا مستر نو ردا لك وطبعا الناس اللي قاعدين معانا في الثورة ومنذ 30 سنة نحن نقاتل النظام وهو مسيطر على 7 شجرة برتقال وعجبا من انه يفك تلقى في مناسبة ديل عنينا نسميه البقو سمينا هاوس نيجروس عليه سميناك بقو انت تلقى مع المناسبة ما قاعد تفكوا هذا تعميم عجيب هيدنا كيف الرد السريع ولا برد لك لا يرد لك من ناوي انت مستواك بقى معانا انت ناشد يا اخوي والله لازم انا اوريك لازم مشغولين بقواتهم في ميدان ناس ديلك حاوس نيجروس الكبار ديل ما انه لك زمن نرد لك علينا كحاوس نيجروس الشبالي طبعا يا زول امبايات الجنجويد فرحانين شعارهم نور مشيتوا قنفذ بعدك اي تعليق بيجي بكتبوا لك حاوس نيجروس انت بقى
انا نمشي نشاكل مع النظام اللي كنت نشاكل معاه ده، ناخذ نركبه معه كروز الواحد ندق العدو، ولا نقعد زول يجي يدق بابي كان يزوق اختي. عاوز نقرز منكم في انتوا يا بطاقه. والله توصل بالله العظيم مفترض ما تتكلموا. انا دايركم تختفوا من المشهد في الفتره ده. ليه انا كنتوا نايمين والله اصبر يا حبيبي اصبر، اسمع الطعبيه للنهايه. بدكم لسه ما بالك ما فك منكم انتوا لسه. اما كان جادو امس اللي دلونا في محل وبعدين الناس تاني يجيكم الكره ده عشان قلت عامل شنو؟ امس دلونا في محل الشغل دلع عليك الله. انا عندك جمهور بيبي كثير، لكن انا كمان في واحدين كمان هنا شبالي ده البزات مجارمه تشيكسي ده كلهم قال لك التشيكسي اللي بيجي خاشي بيقول بيبي ده توالي بس بخمشه هاي معك بيبي شخصيا. والله لازم انا ما قبل كده كان قطعت زلط بواحد خش البيت قال له انا عندي كيلو قال اشعار. البيت اللي قاعدين في اللايف قال عملت شنو في الموضوع؟ ان شاء الله بقيت كويس. هاي يا اختي انا كويس الحمد لله. مالك جبته فوق في اللايف قال انت ما خشيت لي قال في الخاص قلت عندك كيلو ودار مصاحبه. قلت له يا اختي انا عندي كم عيان الله كده يشفيني ما يجيب لي امراضك تقول لي كده كمان عيان ودار مساعده ده كان دقشت جروبات انا ساكت نطلع ملياردير. شنو بخليني نجي نقول في ميديا انا عيان. جنوب السودان والبرهان والدعم. شوف جنوب السودان عمره ما ادوا لنا كدوله. انا هنا قيادتنا قياده دولتنا ده كان ماشي يعمل اتفاقيه مع سلفاكير عشان يوطد العلاقات بين البلدين. إذا الكلام اللي نحن دايرينه مع تشاد ذاته دايرينه ومع يوغندا دايرينه علاقات بين البلدان. لكن هنا دام السرير لو دخل نسأل هنا طبعا ما امور ما بمشي. اما بالنسبه للموضوع بتاع هجليج، المباحثات اللي هسه قاعده تجري في الجنوب ده يا جماعه مباحثات من اجل منطقه هجليج ده. منطقه هجليج ده اول حاجه لو وقف عن العمل ده جنوب السودان هو متضرر زي السودان. الانابيب بتاعهم ده كله بيجي ماري بيجاي، فالبلدين بيتضرروا من الشغل ده. وديل الامكوكات هم قايلين انه البنزين ده كبير بيجربوا يدلوا بيطلوه ولا ما عارف. فالمهم ده بقول لك انا سيطرنا. الحكومه بتاعت جنوب السودان داير يستأصل المنطقه من الجماعه ديل ويسلموا للحكومه السودانيه. وفي ناس بقول لك في اتفاقيه ما بين هيميتي والبرهان وجنوب السودان. هيميتي والبرهان وجنوب السودان ده طبعا تنفيريه بتاعت قحاطه دايرين يفتنوا بوه الناس. ما في اي اتفاقيه بين هيميتي والبرهان ده ما في. انا اقول عليك بالواضح كده شغل كده من داخل البتاع. انا طبعا بقينا ما بنرهق نفسنا شديد. في ناس تقرير الشغل يا حبيبي. اي قلت له الاتفاقيه كيف هل انه في اتفاقيه؟ لكن انا رسالتي من هنا شوف اول حاجه الشباب الموجودين في الميادين استئناف العمليات ده مهم جدا عندنا. كل ما تقيفوا قاعدين تدوا لنا الجنجويد انكوك ده الفرصه. انا عارفين والله انه يومين الجاي في شغل، لكن انا ما داير انكم تطيلوا الغياب. والله زي شغله صعب وانتوا ذاتوا قاعدين تربطوا في العده الجديده والامور الجديد. لكن انا نقول لكم يا جماعه استأنفوا العمليات. كل ما تستأنفوا العمليات وكل ما تشتغلوا في الجماعه دي كل ما انتوا بتنقذوا ارواح بريئه في مناطق. الناس تفهم الحاجه ده. قيادة القوات المسلحة شوف يا اخوي والله يلفق مع مصر والسعودية وبتاع. انا كلام ده قلته زمان وهسه ذاته بقوله. انا اي حاجة بيجي من برا ده ما قاعد نتفاعل. دارك ده ما بهك لك غير يدك ده. كده شفت التكوري دارك بيدك. لكن انت ماشي مرة مع بن سلمان مرة مع ما اعرف لك ترام ده بيحل لك مشكلة. تختصر الجماعة ده كلهم ياخونا ويتفق لنا مع روسيا. كلامي ده انا ما زلت اقوله لك. والله دار ترفع وتريح الشعب السوداني. انت كقيادة الدولة السودانية هاي خد يدك مع روسيا. بواتينغ اللي هي 6-7 بواتينغ حبيبنا. الشعب يريد وجود بواتينغ في السودان اديل بس. لكن تجي تترقد لي هناك ياكلوك كبسه يا سيد الغايب. تجي بجاي ما اعرف لك هناك ياكلوك كشر. نحن اخوه والدين يجمعنا. وما طلع لنا الا ناس الدين يجمعنا هذول. هم ديل بس بيجيبوا السلاح ده. الدين يجمعنا هذول هم ذاتهم حتى جنجويد سلاح.